كفايه سمك مقلي بقى ويلا نعمل سمك سنجاري. انما ايه، بصوا يا جماعه على طريقه المحلات. رحت عند بتاع السمك لقيت السمك السنجاري غالي قوي. قلت ايه، هو انا مش شيف ولا ايه؟ هنزل واجيب سمكه بوري وهعملها سنجاري واحلى من بتاعه المحلات. يلا شجعوني وقولوا لي سلم ايديك عشان بقالكم كتير مش بتتفاعلوا على الوصفات. ويلا هاتوا بقى السمكه البوري وخلوا الراجل يفتحها لكم من الظهر بتاعها. هي الفتحه اسمها فتحه ايه، فتحه سنجاري. بعد كده هجيب عندي ورقه زبده. لو ما عند دي ورقه، ده ورق فويل. لو ما عندكوش ورق زبده هنستخدم بس ورق الفويل. عندي بقى حطيت رشه من الملح وحطيت شويه من الزيت، ونزلت كده بالسمكه البوري بعد طبعا ما غسلتها كويس قوي بورق اللورا والملح وكمان الطحينه وشرايح الليمون وكل الكلام ده عشان تنضف وتبقى حلوه وقلبها ابيض وجميل زيكم كده. بعد كده هعمل لها الخلطه بتاعتها. السنجاري بقى بيحب ايه، بيحب التوم قوي. هحط توم حلو كتير كده، وعندي بقى شويه من الملح والكمون وكمان الكزبره الناشفه وشويه خل. اي زفاره بتطلع من الخل وكمان الليمون. بعد كده علشان بقى الشطة ويدي كده السمكة تبقى مشطشطة وحلوة، حطيت معلقة من هريسة الشطة. ولو عايزين طريقة هريسة الشطة اكتبوا لي في الكومنتات. وعندي كده معلقة كبيرة من الطماطم حطيتها. ولو عندكم صلصة طماطم ممكن تحطوا معلقة حلوة كده، بتدي طعم حلو قوي قوي بجد للسمك السنجاري. شايفين الحلاوة والجمال؟ يلا بقى بينا نعمل الخلطة بتاعة السنجاري اللي هي الحشو اللي فوق. عندي بصلاية حلوة كده مقطعها جوليان اللي هي شرايح، وعندي جزراية حلوة برضو بشرها بشرة ناعمة. ويلا بقى بينا شويه فلفل اخضر وكمان طماطمايه. واخر حاجه بقى، فاكرين الخلطه اللي انا عملتها؟ هحط منها معلقه. طب اسالكم سؤال اشوفكم مركزين معايا ولا لا. انا قلت لكم علشان كده ما يبقاش اي زفاره في السمك حطيت حاجتين مع بعض، ايه وايه؟ يلا اكتبوا لي في الكومنتات. وحطيت ايه كمان للشطشطه؟ بصوا بقى الحلاوه والجمال، فتحت السمكه بتاعتي وطبعا شايفين نضيفه وحلوه، وبدات كده احط لها من الخلطه اللي انا عملت لها بقى توم وليمون هريسه شطه وخل وملح وكمون وكل الكلام اللي انا حطيته ده. وبعد كده ادهن بقى. ولازم يا جماعة بجد لازم تكتروا الخلطة، يعني السمك بيحب الخلطة الحلوة الكتير. تمام. في ناس بتحب بقى تسيبه ساعتين تلاتة، بس هي مش فراخ ولا لحمة. احنا نعمل الخلطة التمام وبعد كده نبدأ نحشي الخضار. بصوا انا بحب فيها الخضار الكتير، في ناس بتحب الخضار القليل قوي علشان تبان طعم السمكة، لكن زي ما انتوا عاوزين. لكن الخضار ده لما بيدبل والسمك بقى ينزل الصوص بتاعه والخضار يشربه، يا جماعة الخضار ده بيبقى احلى من السمكية نفسها بجد. تمام. فانا بحب الخضار كتير، انا كترت خضار، عايزين تقللوا مفيش مشكله. بعد كده حطيت بقى معلقتين كبار كده من الزيت، وابدا كده ايه احط الزيت من فوق علشان كده الخضار بتاعنا والسمكه تاخد ايه، تاخد من طعم الزيت وتاخد تشويحه من فوق. بعد كده اخدها ادخلها الفرن على درجه حراره 200، تقعد حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه، ما نكترش عشان السمك ما يتهريش. بصوا يا جماعه شكلها حلو وجميل ازاي، حلاوه وجمال مفيش بعد كده. ايه الحلاوه دي؟ يلا قولوا لي سلم ايديك يا بنوب. وبجد بشكركم جدا على تفاعلكم معايا، ولو الوصفه عجبتكم اعملوا لها شير واستنوا كل جديد. شكرا ليكم.